من نص الحكاية التاني حكاية مستمع. حكاية مستمع هي حاجة خاصة بالإنجليش وحاجة خاصة بحياتنا اليومية أو بأصحابنا وقرايبنا وحبايبنا. حكاية مستمع النهاردة هو الاستماع نفسه. الاستماع بيحصل فيه حاجات كتير قوي، خاصة ما بين الرجل والمرأة. معظم مشاكلنا بسبب الاستماع. يا إما مثلا انت بتكون بتتكلم بس اللي قصادك مش فاهمك، او اللي هو يلا انجز بقى انا زهقت. اوكي. يا اما بيحكي بتفاصيل زيادة، وفي ناس بتحب تختصر، واحنا البنات بنحب الرغي ونحب التفاصيل. حد تاني ممكن يكون مش فاهم انت بتقول ايه، مش عايز يسمعك، مش قادر. نفس الحاجات ديت بتحصل معانا في الانجليش. طب ازاي يا مها وايه علاقتها بالحياة؟ هقولك. اول مشكلة معانا وهي بتكون الاكسنت يا شباب، حد بيكون بينطق الكلمة بشكل بس هي النطق بتاعها بشكل تاني خالص. ازاي؟ جبتلكوا امثلة بسيطة كده وشائعة. كلمة سوشيال، النطق بتاعها سوشيال ميديا، سوشيال نتوركينج، بس بلاقي ناس بتقولها سوشيال على السوشيال ميديا، هو تعود عليها كده. كلمة graduate أكتر كلمة بنغلط فيها لما بنيجي نعرف نفسنا. المفروض نقول I graduated from faculty of commerce مثلا or faculty of arts. ألاقي حد بيقول لي I am graduated أو I graduated، ده كده خطأ. آخر كلمة متعصب متنرفز بشوفها شائعة جدا، الناس بتقولها anxious، هي anxious. تمام. فده فايدة الأكسنت أو فايدة النطق الصحيح بالأخص. أوكي، دي كده أول حاجة. طب تاني مشكلة إيه؟ وهي مشكلة الفوكسنج، التركيز. إزاي أقدر أركز لفترة طويلة؟ أنا مش قادرة أسمعك، إنجزني. نفس المشكلة بتحصل في الإنجليش، بعد أول دقيقة أنا فصلت. الناس بتزهق من الاجتماعات او الميتينجز اللي هي بتكون طويلة. يا ما انا مش بقدر في الميتينجز، الانجليش بتاعهم بيبقى سريع وانا مش بقدر اكمل، مش بفهم. بيفقدوا تركيزهم لان هم مش متعودين يسمعوا كتير. فيبقى تاني مشكلة عندنا هي مشكلة concentrating or focusing، التركيز نفسه لفترة زمنية طويلة. وده على فكرة من مشاكل الايلتس. تخيل نفسك انت في الايلتس بتسمع حوالي ساعة، اوكي، يعني هي ساعة الا ربع، تمام، في الايلتس. فانت لازم تكون داخل ممرن نفسك اللي انت هتسمع المدة دي كلها. فكل ما انت طورت مهارة الاستماع، كل ما بقيت فاهم اللي حواليك اكتر، كل ما انت خلاص ما بقيتش قادر اللي انت تفقد تركيزك بسهولة. لا، انا قاعد ومركز وسمعك. تمام. فدي كده مهارة التركيز. آخر بقى مشكلة عندنا وهي الفوكابس or vocabularies، هو حصيلة الكلمات. حصيلة الكلمات عندي قد ايه؟ طب هي حصيلة الكلمات هتكفيني قد ايه؟ في مجال ايه؟ انا عايزة اسمع ايه؟ معظم الناس بلاقيها بتقولي بصي انا مش فاهم الفيديو ده، لا، ما انا مستواي كويس بس انا مش قادرة اسمع، مش فاهمه، مش عارفة هما بيقولوا ايه. هدي مثال بسيط. ما ينفعش يكون حد مجاله طب ويروح يسمع اوديو لحد في هندسة، الاتنين فرق شاسع. ما حدش يكون مجاله مثلا HR ولا مثلا يروح سامع في accountant، المحاسبين. اوكي. فحصيلة الكلمات اللي بتدخلها ايه؟ مش لازم يكون عندك حصيلة كلمات شاملة وواسعة بتفاصيلها في كل مجال، بس على الأقل تكون اللي قصادك انت فاهمه، مستوعب، لامم الدنيا. اوكي. لان هي كمان مش عندنا vocabs، احنا عندنا مصطلحات في expressions وفي phrasal verbs وفي حاجات تانية كتير. اوكي. فلازم تكون انت محدد انت عايز تخرج من حصيلة كلماتك بايه عشان تروح فين. انا عايز حصيلة الكلمات ديت عشان شغلي، عشان الاجتماعات، عشان اقدر اتعامل. انا عايز حصيلة الكلمات ديت عشان انا بحب اتفرج على افلام اجنبي. انا عايز حصيلة الكلمات ديت عشان انا بحب اتفرج على تيدكس.
انا عايز حصيلة الكلمات ديت عشان ابقى مواكب الناس اللي حواليا، كل واحدة فيهم فيها فرق. اتمنى اكون افدتكم، ودي كانت حكاية مستمع. اتمنى ان انتوا تتابعوني، انا مع حمدي، ده نص عليا ونص عليك. سلام.